كتير مننا فاكر إن الوضع المالي للشخص بيتحكم فيه المرتب وبس، إن الموضوع مختلف تماماً. النهاردة هنمشي مع بعض خطوة بخطوة في خريطة طريق واضحة جداً للوصول للراحة المالية. وهي دي بقى الخلاصة كلها. المستوى المادي لأي حد فينا مش مجرد رقم في البنك، لا، ده انعكاس مباشر للمعلومات اللي عنده وللخطة اللي ماشي عليها. إزاي؟ لأن المعرفة هي اللي بتقدر تحول أي مبلغ مهما كان بسيط لأداة قوية جدا ممكن تغير حياتنا للأحسن. رحلتنا متقسمة ل4 محطات أساسية. هنبدأ بأهم حاجة خالص، تغيير العقلية المالية. بعدها هنتعلم إزاي ندير فلوسنا صح، وبعدين هنشوف إزاي ممكن نبني محرك نمو خاص بينا، وفي الآخر هنتكلم عن أهم أصل ممكن أي حد يستثمر فيه. طيب يلا بينا نبدأ بأول جزء. قبل ما نتكلم في أي حاجة عملية لازم الأول نهدي فكرة مدمرة للأسف موجودة في عقل ناس كتير عن الفلوس والثروة. في خرافة كده بتقول إن الفلوس أصل كل الشرور، وإن الأغنياء دول لازم يكونوا ناس جشعين. بس الحقيقة إن الفلوس دي مجرد أداة محايدة تماماً، زي السكينة، ممكن تستخدم في الخير أو في الشر. الفلوس ببساطة بتكبر وبتظهر الصفات اللي موجودة أصلاً في الشخص. لو هو شخص كويس، الفلوس هتخليه يعرف يعمل خير أكتر. وهنا بقى لازم نفرق بين حاجتين مهمين جداً. إن الواحد يحب الفلوس مش معناه إنه جشع، لأ، دي رغبة طبيعية في امتلاك أداة قوية تمكنه إنه يعمل خير لنفسه وللناس اللي حواليه. الرغبة في إن الواحد يكون اليد العليا اللي بتساعد وتقدر تعمل فرق حقيقي في المجتمع. تمام، بعد ما ظبطنا طريقة التفكير ندخل بقى على الشغل العملي. النقطة الجوهرية هنا إن المهم مش معاك كام، المهم بتعرف تدير اللي معاك إزاي. سواء الدخل 100 جنيه أو 100,000، المبادئ واحدة والتطبيق هو اللي بيصنع كل الفرق. ودي قاعدة أساسية ومهمة جداً لإدارة أي دخل. التقسيمة المقترحة هنا بتقول 65% للاحتياجات الأساسية اللي مفيش غنى عنها، والباقي بيتقسم أجزاء: جزء للصدقة، جزء للادخار للطوارئ، جزء للاستثمار عشان الفلوس تكبر، وجزء بسيط للترفيه عشان التوازن النفسي مهم. الفكرة مش في الأرقام دي بالظبط، الفكرة في المبدأ نفسه، إن كل جنيه لازم يبقى له مكان رايح فيه. وهنا بيجي تمرين من أهم المهارات المالية على الإطلاق، إن الواحد يقدر يفرق كويس قوي بين الاحتياجات والرغبات. الاحتياجات دي هي الحاجات الأساسية اللي من غيرها الحياة بتقف، أما الرغبات فدي كماليات، حاجات ممكن تستنى أو مجرد نزوات لحظية بتسحب مننا فلوس كان ممكن نستفيد بيها في حتة تانية. ودي بقى قاعدة بسيطة لكن مفعولها زي السحر عشان نسيطر على رغبات الشراء اللي بتيجي فجأة دي. قبل ما نشتري أي حاجة بنصنفها على إنها رغبة، لازم كل واحد يسأل نفسه سؤال واحد: هل في حسابي دلوقتي 5 أضعاف تمن الحاجة دي؟ لو الإجابة لأ، يبقى الشروة دي هتعطلنا عن أهدافنا المالية. الموضوع بالبساطة دي. لحد دلوقتي كنا في مرحلة الدفاع المالي، يعني إزاي نحافظ على اللي معانا ونديره صح. دلوقتي بقى هننتقل لمرحلة الهجوم المالي، إزاي نصنع الثروة في شكل فعال. هنتكلم عن إزاي كل واحد يبني محرك النمو الخاص بيه. بناء المحرك ده ليه 3 أركان أساسية. الحكاية كلها بتبدأ بالتعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة. المهارات دي هي اللي بتفتح الباب لأن الواحد يخلق مصادر دخل مختلفة ومتعددة، ومع الوقت العقلية نفسها بتتغير وبتبدأ تشوف الفرصة في قلب أي مشكلة بتقابلك. هي دي الشرارة اللي بتخلي المحرك ده يشتغل بأقصى سرعة. المصدر هنا بيقدم اقتباس ممكن يكون صادم شوية، بيعتبر إن الشغل التقليدي اللي فيه وقتك مش ملكك هو شكل من أشكال العبودية الحديثة. طبعاً الهدف هنا مش التقليل من أهمية الوظيفة، لا خالص، الهدف هو التحفيز على التفكير برا الصندوق ده، وإن الواحد ما يحبسش نفسه فكرة إن دي الطريقة الوحيدة لكسب العيش. والمقارنة دي بتلخص الفرق كله. في طريقتين للشغل: يا إما الشغل مقابل الوقت، وده للأسف محدود ب24 ساعة في اليوم وبنبني بيه حلم حد تاني والدخل بتاعه له سقف، أو الشغل مقابل القيمة، وده بقى إمكانياته ملهاش حدود وبنبني بيه حلمنا الخاص والدخل ممكن يزيد بشكل ضخم جدا. وهنا لازم نقف ونعيد تعريف الوقت. الوقت هو أغلى أصل بنمتلكه. كل دقيقة بتعدي علينا ممكن نعتبرها زي الدولار بالظبط، يا إما بنستثمرها في حاجة هتطورنا وتنمينا، يا إما بنضيعها. مفيش اختيار تالت في النص. وعشان نأكد على أهمية تنويع مصادر الدخل، شوفوا الرقم ده. الإحصائيات بتقول إن المليونير في المتوسط عنده 7 مصادر دخل مختلفة. 7! الاعتماد على مصدر واحد بس بيخلي الوضع المالي كله هش جدا وتحت رحمة أي أزمة ممكن تحصل.
ودلوقتي وصلنا لأهم نقطة في الرحلة كلها. بعد ما ظبطنا العقلية وتعلمنا الإدارة وبدأنا نبني محرك النمو، جه الوقت نكشف عن أهم وأقوى استثمار ممكن أي إنسان يعمله في حياته كلها. الاستثمار الأعلى ربحاً والأقل مخاطرة في العالم كله، مش في البترول ولا في العقارات ولا حتى في البورصة. أهم أصل على الإطلاق ممكن نستثمر فيه هو الاستثمار في النفس. أيوة، المعرفة والمهارات اللي الواحد بيكتسبها هي دي المصدر الحقيقي لكل الثروة اللي ممكن يحققها بعد كده. طيب، ليه الاستثمار في النفس هو الأحسن؟ فكروا فيها كده. المعرفة اللي الواحد بيكتسبها دي حاجة محدش يقدر ياخدها منه أبداً. كل مهارة جديدة بيتعلمها هي باب جديد بيتفتح لمصدر دخل جديد. وفوق كل ده، أي استثمار تاني بنعمله سواء في عقار أو في أسهم، نجاحه بيعتمد على قراراتنا إحنا، يعني الأساس هو الشخص نفسه. ولما بنستثمر في نفسنا 100% من الأرباح بتبقى لينا بالكامل. التحليل ده بينتهي بسؤال مهم جدا بيخلينا نفكر في الخطوة الجاية. بعد كل اللي سمعناه ده، يا ترى إيه هي أول خطوة ممكن أي شخص ياخدها النهاردة دلوقتي عشان يبدأ يستثمر في أغلى وأهم أصل في الكون؟ نفسه.